بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. حبايبي وإخواتي وأصحابي كلكم شرفتوني ونورتوني في قناتي. يا رب يبارك لي فيكم ويدومكم نعمة في حياتي، يا رب يبارك لكم ويعطيكم من كرم الله انتم وأنا إن شاء الله. حبايبي، كلكم كده اللي من داخل مصر ومن خارج مصر، ربنا يكرمكم ان شاء الله. وصفاتكم كلها جميلة، كل اللي بيعمل حاجة ربنا يبارك لكم فيها ويجعلها يا رب كده يعني في بقكم وبق ولادكم جميلة، وكل حاجة حلوة في حياتكم ان شاء الله. يلا حبايبي، النهارده هنعمل لكم وصفه حلوه قوي. دلوقتي احنا ما عندنا يعني ايه، بنقلل شويه من اللحمه والفراخ والحاجات دي بقى يعني، بس إيه، هنحرم نفسنا يعني ان احنا ما ناكلش طاجن خضار؟ لا طبعا هناكله، وهيبقى طعمه جميل ولذيذ وهيبقى جميل جدا. وهنعمله اكننا عاملينه باللحمه، وباللحمه اكنه كمان معمول باللحمه الضاني. يلا مع بعض، ايه رايكم؟ ان شاء الله يبقى كويس، يبقى جميل ونور رضاكم باذن الله. بص حبايبي، ده دي ليا اهو، حته ليا اهي زي ما انتم شايفين كده، دي حته ليا، دي اللي حطاها عن طاجن الخضار وتخليه روعه باذن الله، وطعمه هيبقى جميل جدا. خلاص، دي بصلايه اهي، بصله كده حلوه كده متوسطه كده، عملتها بالسكينه. وده توم مفروم، وده جزر على كوسه على بطاطس، والبسله انا عندي شويه بسله بس في التلاجة، فما رضيتش اطلعهم الا ايه يفكوا مني، بس انا حاجه اطلعهم وهم عشان على النار على طول. فتعالوا مع بعض نشوفوا حبايبي هنعمل الطاجن ده ازاي، وهيبقى احلى مليون مره ما يكون محطوط له لحمه. يلا مع بعض على النار نشوف هنعمل ايه. اهو بصوا حبايبي، حطيت معلقه سمنه كده اهي ساحت، اول ما تسيح اروح بقى ايه ضايفه الايه اهي اللية. خلاص، افضل اقلب فيها بقى لحد ايه ما تتشوح شويه. انا حبايبي اقلب فيها لغايه ما دخلت فيها كده في لون البصلايه بقى بسرعه. ادي ايه البصلايه كده خلاص. يا ريحه يا ريحه، الريحه بقى روعه، اكني حتى لحمه. اقلب كده البصلايه شويه لحد ما تصفر معايا. بص حبايبي اهي البصله دبلت معايا كده، عايزه ادبلها بس مش لازم ايه تحمر، يعني الطاجن اساسا لسه هيستوي ويخش الفرن، فاحنا هندبلها بس. ماشي، نحط بقى فلفل طماطم بقى، مثلا ايه يعني قد لتر طماطم كده، بحيث ان ايه الخضار كده يبقى ايه احمر وحلو. خلاص، نحط بقى ايه ملح وفلفل ونسيبه ايه يدبل شويه، يغلي غلوتين كده مع نفسه شويه، هسيبه يغلي غلوتين كده واحط عليه شويه ملح وفلفل صغيرين، ونشوفه لسه ليه تكمله، لسه الطاجن ليه تكمله كتير. يلا بصوا حبايبي، غلت غلوتين كده اهو، ماشي مش كتير عشان هي لسه هتخش الفرن. حطينا شويه ملح وفلفل صغيرين مش كتير، ماشي. وزود شويه بسله، البسله كده كنت جايباهم قد نص كيلو بسله. البسله ولعت ولا يعني غاليه غاليه غاليه، بسله 25 جنيه و30 جنيه، انا مش عارفه والله يعني ايه. فجبت نص كيلو، قلت طبعا بس دي ايه طاجن الخضار بتاعي. خلاص، هنحط بقى ايه بقيه الخضار، نحط بقى بقيه الخضار كده ماشي. خلاص هحط الخضار واوريكم. بص حبايبي اهو، خلاص حطيت اهو. بصوا كده، طيب هو ايه زي ما يكون زوران كده. انا عندي شوربه فغليتها اهو، اي شوربه عندك زودي بيها، ما عندكش شوربه عادي وميه مفيش اي مشكله، بس انا كمان عندي شوربه فاستخسرتها، طلعت غليتها كده
من التلاجة وقلت ايه ازود بيها. خلاص كده هسيبه بقى يغلي غلوتين عشان نشوف هنعمل ايه ونحضر بقى ايه الطاجن بتاعنا. يلا بص حبايبي اهو غدا كده. اول ما يغلي كده بقى كده هنحط بقى معلقه التوم، بس نحط فيه معلقه التوم. خلاص وقلب. اهو حاطين بقى ايه البهارات بقى، متنسوش ان احنا حطينا ملح وفلفل بس. خلاص والشوربه برده خلينا بالنا ان الشوربه مملحه ما نحطوش ملح كتير. احط بقى اي بهارات عندك، بهارات لحمه، بهارات فراخ، حطي بقى اي بهارات عندك كده. اللي انا حطيتها دي بهارات لحمه ماشي. نديها بس ايه ريحه بقى كده مع ايه معلقه التوم ده، ودوقي احلى طاجن بيغيب لحمه. هو اساسا اللي احنا حطيناها اكنك انت حطيتي لحمه ضاني. خلاص هحطه في الطاجن بقى، هحطه في الطاجن وهوريكم بقى ايه هنعمل ايه. اهو بصوا حبايبي خلاص بقى كده حطيته في الطاجن اهو. ريحته بقى ما اقولكمش من قبل ما يخش الفرن. معلقه التوم ده كمان والبهارات اللي احنا حطينا لها بتاعت اللحمه والشوربه مخليه ريحته روعه. يلا نحطه في الفرن في على اعلى درجه حراره على القعر يغلي بقى ويستوي واطلعه واوريه لكم باذن الله يعجبكم باذن الله. حبايب قلبي بقى بصوا لسه طالع اهو، لو شايفينه لسه طالع بيغلي اهو بيلغلغ اهو. بصوا بقى جمال الطاجن احلى مليون مره والله. ريحته اني احلى مليون مره ما نكون حاطين فيه لحمه. احنا اكننا حاطين بحته الليه اكنك عاملاه باللحمه الضاني. روعه هيعجبك ان شاء الله، وريحته جايبه اخر الدنيا وجميل. وشويه رز كده بقى بالشعريه زي ما انا عملت. ودوقي بقى احلى طاجن، احلى طاجن خضار في الفرن من احلى مليون مره بلحمه. جربي حبيبتي وصفتي حبايبي، وصفتي بالظبط، وان شاء الله هتدعولي على الوصفه دي وهتاكلوا وهتشبعوا لألف هنا وشفا. الايام دي ايه لازم ايه نشغلوا نفسنا كده وربنا يبارك ويفك الكرب ان شاء الله، وربنا يرزقنا برزق اولادنا ويكرمكم ويخليكم ليا يا حبايبي وما نحرمش منكم ابدا. انا عاوزاكم بس وانتوا بتتفرجوا تنسوش اللايك يا حبايبي، اكيد انتوا عارفين. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله ونشوف بعض على خير. اشوفكم على خير وصفه احلى واحلى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.